عسلامة، مرحبا بكم في كوجين حنونة. ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. اليوم كما قاعدين تشوفوا باش نعملوا كيكة بنينة على الاخر. تجيب الخوخ ولا بالتفاح، اني حبيت نشخشخها عملتها الخوخ والتفاح زوز. وكان تشوفوا الوصفة قديش جاتني ناجحة، والجاتو ذوب في الفم سورتو توا رونتري، وصغيراتنا باش يرجعوا يقراوا ماذا بينا يهزوا معاهم حويجة من الدار تكون بنينة وصحية فرد وقت. وكيف العادة قبل ما نبدأ التفاصيل ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديدنا الكل. بالنسبة لوصفتنا اليوم باش نستحقوا لها 2 تفاحات و2 كعبات خوخ. نتوما تنجموا تستعملوا تفاح ولا خوخ كما تحبوا نتوما والذوق نتاعكم. باش ناخذ الغلة انقصها كيف ما تشوفوا ونحي القشرة. بالنسبة للتفاح الخوخ زاد ماذا بينا يكون خوخ طيب باش يجينا بنين في الجاتو. وبالنسبة للكيكة باش نسحقوا 3 بيضات ماذا بينا يكونوا بحرارة الغرفة. نخلطوهم شوية وبعد باش نزيدوهم السكر. بطبيعة هنا حبيت نذكركم المقادير الكل تلقاوهم بالتفصيل في صندوق الوصف، دونك ركزوا معايا في الوصفة كيفاش خلطنا البيض بالباهي. تو باش نزيدو 150 جرام سكر. نخلطوا السكر والبيض بالباهي. هنا كيف ما تشوفوا استعملت الخلاط اليدوي، تنجموا نتوما تستعملوا الخلاط الآلي المفيد. خلطوا مليح لين السكر يذوب مع البيض. وتو باش نضيفوا 100 مليلتر من الكريم ليكيد بيس، دونك كريمة السائلة، ونخلطوا المكونات الكل مع بعضها. وتو باش نزيدو مغرفة صغيرة من روح الفانيليا، إلا ما عندوش روح ينجم يحط ساشي سكر فاني مع السكر من اللول. نخلطوا المكونات الكل مع بعضها وما ننسوش رشة ملح، ونخلطوا كيف العادة. وتو باش نضيف 200 جرام فرينة، من المستحسن تكون مغربلة. ونخلطوا الفرينة مع بقية المكونات. بالطبيعة هنا زادة ما تنسوش ساشي خميرة مرطبات. ونحركوا المكونات الكل مع بعضها لين تحصلوا على خليط متجانس كيف ما تشوفوا، ما يبداش عاقد برشا ومش سائل. ما زالت حاجة برك باش نضيفها اللي هي 70 جرام زبدة. هنا استعملت زبدة حيوانية، دجا الكمية مش كبيرة برشا، وباش نخلطوا مع بعضه. بعد ما خلطنا الزبدة وبقية المكونات نتحصلوا في الاخر على لاباري هذه. كيف ما قلت لكم قبل لا هي جارية ولا هي عاقدة. سامحوني هنا سكر كراميل ما صورتوش، اما هو راهو سائل على الاخر. باش ناخذوا 100 جرام سكر ونحطوها تطيب على نار هاديه بشويه بشويه لين يتغير لونها. لا زدتها ماء لا زدتها قارص لا زدتها حتى شيء، جست تبدا معناتها يذوبك السكر بشويه بشويه لين تحصلوا على اللون هذايا. ناخذوه ونحطوه في البلاتو. هنا البلاتو ما تنسوش تحطوا فيه بابي كويسون ديجا وشويه زبده. نوزعوا سكر كراميل في ساعة البلاتو على خاطر راهو في ساعة يبس. وتو باش ناخذوا شويه الغله اللي حضرناها وباش نرصفوها في البلاتو. بالنسبه للبلاتو هنا راهو مش بلاتو كبير برشا، بلاتو متوسط. نتوما كان باش تستعملوا بلاتو كبير ضعفوا الكميه. وكما قلت لكم هنا حبيت نخلط خوخ وتفاح. نجموا تستعملوا تفاح برك ولا خوخ برك، نجموا حتى تستعملوا اناناس مش نتوما وشو تحبوا. معناها هي الحاجه الباهيه فيها الخبزه هذه اللي هي تنجم تستعمل فيها برشا انواع نتاع غله. كان باش تستعملوا تفاح برك نجموا حتى ترشوا شويه قرفه الزيت يفوح. وتو ما تبقى كان باش ناخذوا الخليط اللي حضرناه ونسكبوه في الإناء. ما تنساوش بطبيعة تسخنوا الفور، لازم يكون فور سخون تقريبا 170-180 درجة، وياخد تقريبا سواعة غير ربع هكاكا باش تجيب. بطبيعة نتوما تفقدوا الخبزة وتنجموا تعملوا تيست بسكينة
لازمها تخرج نظيفة، معناتها الجاتو طاب هيك تراو في النتيجة. ما نحكي لكمش على الريحة. استنيتها تبرد شوية ومن بعد قلبتها في البلاتو. ان شاء الله يا ربي الوصفة جربوها وتعجبكم. ان شاء الله ما طولناش عليكم، نستنى تعليقكم كيف العادة ونستنى تشجيعكم. شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله.